بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم، والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم. متابعينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياك الله. يقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم. في هذه الآية وصايا بإحسان المعاملة وحفظ الحقوق. وللخوض في هذا دعنا نبدأ بداية بماهية المجتمع الإسلامي وما هي القواعد التي ينشأ عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمسألة الحديث عن طبيعة المجتمعات هي مسألة معقدة ومركبة، وفيها جملة من الأبعاد الفلسفية، وهو علامة تتأسس رؤية المجتمع. هذا سؤال جوهري في كل المجتمعات، لتحدد بعد ذلك أنت طبيعة ومعالم هذا المجتمع. فالمجتمع الذي مثلا يقوم على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الأديان وعلى الرسالات ليس كالمجتمع الذي ينحي الإله وينحي الأديان وينحي الرسالات، يعني وينحي منظومة الدين. وبالتالي أنت الآن يمكن حتى في واقعنا المعاصر أن ننظر إلى هذا. فالمجتمعات التي نحت الدين منذ قرون وتعاملت مع المجتمعات على أساس العلمنة أو على أساس اللا دينية، لأنه لا مجال للدين في ساحة الحياة العامة حسب مستويات على كل تختارها كل دولة. ليس كالمجتمع الذي يعتمد الدين باعتبار أساس في بنية المجتمعات. فخلينا نحن بعيدا عن توهان الآن في المجتمعات الجاهلية. طبيعة المجتمع الإسلامي هو من المجتمعات التي تؤمن بأن الدين يدخل في تفاصيل حياتها، بدءا من التصورات الكلية للوجود حول الله والآخرة والجنة والنار والملائكة، وحول التصورات الطبيعية في أن والله هذا الكون وما فيه ولما خلق وإلى أين نحن ذاهبون، وحول الإنسان والنظر إليه، أن هذا الإنسان كيف ننظر إليه؟ هل ننظر إليه بأنه الله كائن مكلف، أم ننظر إليه بأنه كائن مادي ما مهمتنا في هذا أن نشبع غريزته المادية؟ نعم. وهذه طبعا مسألة عموما حتى في الإنسان. سبحان الله، الإنسان نفسه قد تنظر إليه بثنائية، وقد تنظر إليه بنظرة أحادية، وقد تنظر إليه بنظرة ثلاثية، وقد تنظر إليه بنظرة رباعية. بمعنى لما تنظر إلى الإنسان باعتباره والله جسد محض، يختلف عما تتعامل معه باعتباره جسد وروح أو جسد ونفس، ويختلف عما تتعامل معه جسد ونفس وروح، ويختلف عما تتعامل معه جسد وروح ونفس وذوقيات. هذه كلها تقريبا هذه الرباعية تختلف عن والله أنا أتعامل مع الإنسان من زاوية أنه الإشباع المادي فقط. نعم. إذن الإسلام أو المجتمع الإسلامي يقوم ابتداء على قاعدتين: قاعدة توحيد الحق وعبادة الحق أو عبادة الله سبحانه وتعالى، وقاعدة الإحسان إلى الخلق والرحمة بهم. في تقريبا الشيء الضابط للمجتمع. هاتين القاعدتين تتفرع تحتهما كثير من القواعد الجزئية. القاعدة الأولى الآن نتركها باعتبار هي قاعدة أساسية، أن الله أساس ما يقوم عليه أنه يؤمن بالله ويوحد الله ويلتزم بأوامر الله ويلتزم بشرائع الله. هذه القاعدة الأساسية لكن نحن الآن في علاقات الإنسان بالإنسان. هل لها تفصيل ولا هي بهذا الوضوح والاختصار؟ لا، هي طبعا فيها تفصيل، لأنه هذه سبحان الله ستنعكس على كل السلوك الإنساني. قاعدة توحيد الله هذه ستنعكس على كل يعني مثلا المجتمع الذي يؤمن بالله أنه خالق وأنه رب وأنه إله وأنه آمر وأنه ملك، ستنعكس كل هذه على على أن الله مشرع، على أن الله مطاع، على أن الله مدعو، على أن الله يعبد. لاحظت؟ نعم. فستتجلى في كل حياة المجتمع على مستوى التصورات، لأن سيكون التساؤل حول طبيعة الإله. لاحظت؟ حول النظرة للذات الإلهية، كونها ذات مركبة أم ذات واحدة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفلسفة الثلاثية مثلا كما ذهبت إليه النصارى
في انه والله الله هو الروح والله هو الابن والروح القدس. هذا اله مركب، ثلاثيه ايه؟ ثلاثيه مركب. فهذه ستنتج لنا تصورات وهذه ستنتج لنا ايه؟ تصورات. لكن خلينا الان مع المجتمع المسلم الذي يؤمن بقاعده في تصوره للذات الالهيه ان الله احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، فلا شيء يتبعض عنه ولا هو ايضا يتبعض عن شيء. لاحظت؟ فنفي ان يكون مولودا او ان يكون والدا، ونفي كذلك أن تكون له صاحبة، لأنه إن كانت له صاحبة سيلزم منها أيضا مسألة البنوة. فهذا أول التصور الأول الذي يراه المسلم بالنسبة لتوحيد الله سبحانه. ثم ما يترتب عن هذه توحيد الذات يترتب عليها إيه؟ بعد ذلك أسماء الله وصفاته وألوهيته وربوبيته، تتركب على الفلسفة الأولى وهي إيه؟ رؤية توحيد الله سبحانه وتعالى كذات توحيدية. نعم. نأتي إلى موضوع المجتمع وهو الرحمة بالخلق. هذه أهم قاعدة سبحان الله تندرج تحتها كل القيم التي يمكن أن تتعلق بإيه؟ بمسألة الخلق. وهنا الخلق سواء كان خلقا مكلفا أو كان خلقا ميسرا أو مسخرا. الخلق المكلف هو الإنسان والجن طبعا، جان والإنسان. خلينا الآن مع الإنسان. الإنسان كائن مكلف. الملائكة كائن مسخر، هو حي، حيوان كائن حي، ولكنه كائن إيه؟ كائن مسخر للعبادة، مش كده؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عالم الجمادات يدخل في الخلق ولكنه خلق إيه؟ خلق مسخر. تسخيره أولا يخضع لناموس وقانون كوني أن الله أجراه على قاعدة واحدة، وهو أنه ركب فيه خصائص في داخله تجري مجرى الحتميات. فالشمس نراها تشرق من هنا وتغرب، ماشية كده. نعم. لن تخرج عن هذا الناموس الذي وضعه الله. طيب، كذلك عالم النباتات كائنات مسخرة، السماوات الأرض كلها مسخرة. لكن في هذا التسخير الله سبحانه وتعالى ما بين قاعدة التوحيد وقاعدة التسخير جاءت قاعدة التكليف الإنساني. فالمسخر ينتفي عنها التكليف. المسخر عبادته اضطرارية، يعني خضوعه للقانون الإلهي هو خاضع للعبودية الاضطرارية. يعني ما عالم التسخير ما خاضع للا أو نعم، لا، هو فلسفته نعم، أتينا طائعين. هنا الإشكال يأتي في الكائن الإنساني الذي عنده المسار، يمكن أن يذهب في اتجاهين، يمكن أن يذهب في اتجاه الطاعة ويمكن أن يذهب في اتجاه المعصية، فهو ليس مسخر. فهذا التكليف، هنا التكليف. نعم. التكليف مبني على مسألة مهمة جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى أعطى لهذا الكائن المكلف هوامش من الحرية إن صحت التعبير أو المشيئة في القرآن. جميل. وما تشاءون إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله. أعطاك هوامش، قال لك والله أنت في دوائر خاضع للعبودية الاضطرارية، وفي دوائر خاضع للعبودية إيه؟ الاختيارية. كيف إيه؟ ما هذا الكلام؟ إيش العبودية الاضطرارية وإيش العبودية؟ يقول لك والله مثلما أن الكائنات المسخرة عبوديتها لله اضطرارا، أنت عندك مساحة بتاعت عبودية اضطرارية. ما هي يا رب؟ أني أنا والله أخلقك كما أشاء، متى تولد وأين تولد ومتى يحصل الوفاة ومن يعني في جملة من القضايا في كونك، في الكون الخلقي أنت ما عندك فيها دخل. فأنت هنا عبوديتك إيه؟ اضطرارية، بمعنى خاضع لله كعبد اضطرارا. بهذا المنطق لا شيء في الوجود يخرج عن عبودية الله. بهذا المنطق، المنطق الاضطراري، لا شيء من عالم الإنسان ولا غير يخرج عنه. حتى سبحان الله الشياطين والجن بالعبودية الاضطرارية هم أيضا خاضعين لإيه؟ أنهم كلهم عبيد لله إيه؟ اضطرارا. لكن سبحان الله الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عنده مقولة جميلة جدا، يقول ومقصد الشارع من إنزال الشريعة إخراج المكلف عن دائرة هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. جميل. إذا أنت العبودية الاضطرارية هذه، أي الله سبحانه وتعالى قال لك والله عبوديتك الاضطرارية دي داخلة معي في فلسفة الخلق، ألا له إيه؟ له الخلق. نعم. ففي إطار الخلق أنت عبد لله اضطرارا، لكن في إطار الأمر قال لك عندك اختيار. لاحظت؟ في إطار إرادة الخلقية التكوينية أنت عبد، ما أشاورك في شيء. في إطار الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، الأوامر السماوية التي أنزلها إليك، عندك مساحة أن تسلم وأن تكون لله عبد اختيارا بعيدا عن منطق الإكراه. وهنا حرم الله الإكراه في هذه المساحة، قال أنلزمكموها وأنتم لها كارهون لست عليهم بمسيطر
لست عليهم بجبار. لاحظ هذا كل منطق إيه؟ لا إكراه في الدين. نعم. مش كده؟ فهنا نفى الله سبحانه الإكراه تماما، لكن قال لك والله أنت عندك الحرية مع المسؤولية. فأنت عبد اختيارا، بإمكانك أن تختار طريق الخير فتثاب وتدخل الجنة، وبإمكانك أن تختار طريق الشر وتدخل إيه؟ النار. تدخل النار. فالمجتمع الإسلامي هنا هم من انحاز من البشرية كلها إلى دائرة العبودية الاختيارية. انحازوا إلى دائرة إيه؟ دائرة العبودية الاختيارية يحكمها كتاب. قال لك والله الأوامري ومرادي لك في هذا الوجود، الكتالوج الذي أريده منك أن تتعامل به مع عالم مسخر، هذه البيئة اللي أنت ستعيش فيها عندي لك أحكام، مع البيئة الاجتماعية التي أنت ستعيش فيها مع البشر عندي لك أحكام. فباختصار شديد جدا المجتمع المسلم في إطار التصورات على مستوى التوحيد نابع كل قضيته من إيه؟ أنه يرتبط بالله، ارتباطه بالله خلقا، فينتج عن خلقنا أن الله خالقنا أخلاقيا يترتب عليه أن نعبده، أن نشكره، أن نثني عليه. هذا الارتباط الأخلاقي ترتبت عليه مسألة أخرى، وهو إن يا رب نحن لا نريد أن نصول ونجول في ملكك كما نشاء، ولكن نرضى أن تسيرنا أنت كما تشاء. جميل. فبذلك التزامنا بالقرآن الكريم، والتزامنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتزامنا بمسيرة الأنبياء منذ البداية هو التزام اختياري أخلاقي. نحن أخلاقيا يا رب نتأدب معك، لا نتمرد عليك، أحسنت إلينا ولا زلت تحسن، خلقتنا وهذه نعمة، أوجدتنا وهذه نعمة، ركبت فينا العقل وهذه نعمة، أوجدت فينا منطق المشيئة والاختيار وهذه أيضا إيه؟ نعمة، فلم تجعلنا كالخلق المسخر. ثم رتبت علينا أيضا أن نشعر بإنسانيتنا عندما نقول والله نحن سنختار عبوديتك التي هي إيه؟ أخلاقيا يجب أن نكون ننحاز إليها، ولكن أنت لم تجعلنا غصبا عنا أن نختار، لا، قلت لنا والله إن شئتم أن تؤمنوا فأؤمنوا، لكن عليها التزام. نعم. هذه قاعدة مهمة جدا في موضوع المجتمع المسلم. ثم بعد ذلك هذه الآية سبحان الله التي بدأت بها، وهي طبعا تبدأ من قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. بدايتها نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا وذي القربى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. مش كده؟ رتبت الآن، لاحظ، بعد توحيد الله دخلت مباشرة في العلاقات الإنسانية. هذا الإنسان إما أنه سيكون فردا، مش كده؟ علاقته الفردية مع الله، وعلاقته الفردية مع الطبيعة التي من حوله، هذا خلقه، إما أن يفسد فيها وإما أن يصلح فيها البيئة نفسها، حتى لو لم يكن معه أحد. يعني آدم عليه السلام لو فرضنا أن لم تكن معه حواء ونزل إلى الأرض باعتباره كائن مكلف، فإن له علاقتين، علاقة مع الله وعلاقة مع إيه؟ مع الطبيعة. العلاقة مع الله مبنية على التوحيد، والعلاقة مع البيئة مبنية على الإصلاح وعدم الفساد. طيب، فجأة ظهر الزوج لهذا الرجل أو هذا الإنسان، ثم مع الزوج ظهر أبناء، فنشأت عندنا علاقات القربة، العلاقات النسبية. الإسلام سبحان الله يرعى ويؤسس ابتداء بنية الأسرة على العلاقات النسبية وعلاقات المصاهرة. على العلاقات النسبية يعني أناس تربطك معهم نسب عن طريق الأب أو عن طريق الأم، ومجموعة أخرى تربطك معهم علاقات المصاهرة، وهو أنك تزاوجت معهم عن طريق المرأة، والمرأة عن طريق الرجل. فنشأت علاقات ذوي القربى ونشأت علاقات إيه؟ المصاهرة. هذا من حيث البنية الأساسية. فتنشأ أسرة فيها امتدادات نسبية وفيها امتدادات إيه؟ امتدادات مصاهرة. سبحان الله، تنشأ عن علاقات المصاهرة وعلاقات النسب أحكام ما تسمى بالمحرمية، وهذه قصة أخرى. علاقات المحرمية بمعنى المحارم. فالله سبحانه يقول لك والله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم آية النساء. مش كده؟ هذه نشأت من وين؟ نشأت في اتجاهين سبحان الله. نشأت في اتجاه النسب في محرمات، في اتجاه المصاهرة في إيه؟ في محرمات. لاحظنا؟ طيب، هذه العلاقات سبحان الله تترتب عليها أول ابتداء قضية المصاهرة وعدم المصاهرة،
وتترتب عليها العلاقات التي يحرم فيها وضعيات معينة. فعلاقات المحرمية مثلا المحارم يجوز لك أن تصافحهم، يجوز لك أن تجلس معهم وهم في زي عادي، لكن أول ما يخرج من دائرة المحرمية تتغير العلاقات. نعم. فلا يجوز الخلوة ولا يجوز المصافحة ولا يجوز التقبيل، يعني في أشياء تصح هنا ولا تصح هنا ولا تصح هنا. لاحظ الآن كيف أن العلاقة النسبية مع علاقة المصاهرة أوجدت لنا نظام المحرمية. نفس هذا النظام الآن مربوط بمن؟ مربوط بالله، باعتبار لسنا نحن من حددنا هذه الدائرة. هذه الدائرة حددت من الله سبحانه ليقول لنا هذه محارم وهذه غير محارم وهذه يجوز وهذا. لاحظت؟ طيب نحن لازلنا في بنية المجتمع. الآن أنت في سؤالك ده بنية شو؟ بنية أحسنت، القواعد التي ينشأ عليها. إيه؟ نعم. إذا نشأت قرابات. طيب نشأت قرابات، فجأة أنت عندك أسرة وعندك بيت وعندك جوار، جار يمين وجار شمال وجار أمام وجار خلف، مش كده؟ نعم. أبناء الحي زي ما يقولوا أبناء الجوار. نظمت لك علاقات الجوار. لوحظ بأن الجار إما أن يكون جار ذي القربى ويكون جار بعيد، يعني إما أن يكون قريب لك، وهذه في المجتمعات التي البدوية المجتمعات الأولية الجار ذي القربى مهم، بمعنى غالبا تجد الذي يجاورك ابن عمك في الخلا مثلا، في القرى عندنا مثلا في المناطق القروية والمجتمعات المبنية على أن القبيلة تسكن في مكان واحد، الجار ذي القربى حاضر. وأحيانا يكون هنالك مثل المدن مثلا، يكون والله ما ليس هنالك جار قربة ولكن جار بعيد عنك وليس من ذوي القربة ولكنه جار. طيب ايش الفرق عندما انت تريد ان تقسم لي الجار ذي القربة والجار الجار الجار نفسها. الان لاحظ من حيث النسب او القرابة اما ان يكون قريب واما ان يكون بعيد، مش كده؟ تأتي حالة اخرى، هذا الجار نفسه اما ان يكون مسلم او يكون غير شنو؟ غير مسلم. نعم. اذا ترتبت علاقة جديدة الان. سيكون هنالك في منطقة الحقوق الاوضاع مختلفة. فالجار القريب المسلم حقه أكثر من الجار المسلم الأجنبي أو البعيد. لاحظت؟ فهذا له حق القرابة وله حق الجار وله حق الإسلام إذا كان مسلم طبعا. نعم. الجار أيضا إذا كان مسلما له حق الجار، جار العادي يعني الغير قريب، وله حق الإسلام، له حق الإسلام وله حق الجوار ولكن ليس بقريب، فيقدم عليه في الحقوق الجار القريب. جار القريب. نعم. هكذا رتبت العلاقات. ثم ذهبت بك سبحان الله بعد أن رتبت علاقتك الشخصية كمحارم كمصاهرة ككذا تزاوج، ثم رتبت لك بعد كده البيئة التي القريبة من حيث السكن. أرادت أيضا في إطار هذه البيئة التي أنت فيها قد يكون والله هنالك شخص فقير ليس جار موجود في المنطقة التي أنت فيها، في الحي زي ما قلنا نحن الآن في الحي الذي أنت تسكن، هنالك مسكين، هنالك فقير، هنالك يتيم، مش كده؟ هنالك من الضعفاء، من هنالك المرضى. فرتبت لك هذه الآية أيضا كيف يتم التعامل مع مع هؤلاء. فسبحان الله لاحظ الآن هذه الآية وحدها كيف تسلسلت لتضع لك المجتمع القريب، مش كده؟ نعم. ثم سبحان الله بعد فترة حتجد أن هذا المجتمع القريب شكل وحدة اجتماعية تترابط فيها علاقات القربة، تترابط فيها علاقات الجوار، تترابط في علاقات الإيمان والإسلام، فتتشكل تتشكل وحدة معينة. فمثلا إنك تأتي أهل كذا، أهل حضرموت ولا أهل عدن ولا أهل صنعاء، مهم يبعث النبي معاذ إلى فيقول إنك تأتي قوما كذا، فستجد أن هؤلاء يوصفون بعد كده بوحدة من الوحدات. هذه الوحدة سبحان الله تعتبر الوحدة الثانية أو الثالثة في البناء الاجتماعي. الوحدة الأولى كانت الأسرة، الوحدة الثانية الجوار والعلاقات القريبة، ثم الوحدة الأكبر هي احتمال إما يكون حي في داخل المدينة أو تكون المدينة كلها وحدة وحدة واحدة. تشكل بعد كده هي في علاقتها مع البناء الأعظم في الدولة الواحدة، تشكل بناء شنو؟ بناء وترتبط بالسلطان الأكبر في إطار ولايات وحلقات تقريبا متصلة ببعضها البعض، وكلها سبحان الله محكومة بتشريعات لا يجوز لأحد أن ينقضها. يعني مثلا كل العلاقات هذه من بدايتها إلى بالتسلسل الأخير والترتيب. نعم. إلى التسلسل الأخير كلها محددة بأحكام شرعية، إنه والله كيف يرتبط هؤلاء بهؤلاء. الآن لاحظ أنت بس المجتمع البسيط هذا
الأسرة لها أحكام قبل كده تكلمنا عنها. نعم. الآن جينا في مسألة التشكل الأسرة والمحارم والقصص، ثم الآن جينا إلى الجار، ثم جينا إلى مسألة العلاقات الاجتماعية داخل هذا المكون، في الأيتام، في الفقراء، في كذا. هؤلاء علاقتك معهم علاقة رحمة وإحسان واهتمام وتفقد، حتى لا يكون هنالك ضياع لهؤلاء بأي شكل من الأشكال، فيحصل نوع من التراحم، نوع من كذا، وتجيك طوالي شنو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فسبحان الله يبقى المجتمع الإسلامي في إطار منظومة الأحكام هو متصل من الحلقة الأدنى، الوحدة الأدنى، إلى الحلقة الأعلى اللي هي الولاية الكبرى، من ولاية رب البيت في الأسرة إلى ولاية الحاكم العام في الدولة، كلها تتصل بمنظومة إيه؟ بمنظومة أحكام واحدة مترابطة متسلسلة تؤدي إلى إيه؟ إلى تماسك هذا المجتمع وتحقيق عبوديته لله سبحانه وتعالى والتراحم فيما بين هذا المجتمع. جميل. ذكرتم في البداية أصلين، التوحيد ثم الإحسان. دعني أسأل، كيف يؤثر عدم التوحيد على المجتمع؟ يعني إذا تكلمنا عن النقيض. نعم، طبعا سبحان الله، هي إشكالية عدم التوحيد أو غياب منظومة الحق إن صح التعبير، يعني غياب الحق عن الخلق، سواء كان غيبته مع الاعتراف به أو غيبته سلفا بعدم الاعتراف به. فالملاحدة يغيبون الله إيه؟ وهو موجود طبعا، لكن هم يغيبونه في حياتهم. طبعا هذا سبحان الله حتى لو اتسم أخلاقيا مع المجتمع بشيء من الفطرة السليمة وبعض الإحسان، تلاحظ أنه تنقصه مسألة مهمة جدا، وهو أنه منطق المحاسبة والمسؤولية الإلهية وقضية الجنة والنار غائبة عنده، وبالتالي هنا قد تنشأ كثير من التصرفات أحيانا هو لا يراعي فيها إيه؟ لا يراعي فيها خوف الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما يقوى هذا المجتمع وتكثر فيه مثلا الطبقيات، أحدهم مثلا يحوز على أموال وآخر يحوز على السلطان، تصور لما يكون والله الذي حاز على السلطان وحاز على الأموال لا يخاف الله ولا يتعامل بشريعته ولا يؤمن به، كيف سيكون طريقة تعامله مع الخلق؟ دائما ما يتعامل معهم بشيء واحد، هل والله في إطار العلاقة معهم هنالك قانون يردعه ولا مجتمع يحميه ولا سلطة تحميه كده؟ يعني هو ينظر إلى إيه؟ إلى البعد المادي فقط. يقول والله إذا فعلت الشيء الفلاني هل السلطان سيتدخل؟ هل القانون سيمنع؟ هل المجتمع يلتفت إلي فيثور علي؟ فتبقى حساباته كل حسابات إيه؟ حسابات الربح والخسارة الدنيوية، لا يضع أي اعتبار للآخرة. عشان كده هنا سبحان الله سبحانه لما قال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، غيابا لحق يؤدي إلى فقدان التقوى. فقدان التقوى يؤدي إلى أن الإنسان يكون أسيرا لشهواته وأسيرا لرغباته وأسيرا لهواه. والله سبحانه وتعالى لما يجرد الذات الإنسانية أو الذات البشرية عن منطق الإيمان فهي أسوأ ذات. يعني الله سبحانه قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. فالإنسان بغير الإيمان فهو ينحط إلى أسفل السافلين. لماذا؟ لأنه سيكون أناني، سيكون احتكاري، سيكون متسلط، سيكون فيه الطغيان. لماذا؟ لأنه خلاص كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الذات البشرية بعيدة عن الإيمان تجد مباشرة حازت على شيء جعلها أفضل من الآخرين وأغنى منهم تتسلط عليه. هكذا منطقا لا هذا الإنسان لن يحجبه عن الطغيان إلا خوفه من الله سبحانه وتعالى. أنا ما أقدر أقول هنا والله لا يحجب الإنسان عن الإنسان إلا فقط أن يكون الآخر أقوى منه، لا، يمكن أن يكون الإنسان أقوى لكن يشعر أمام المسكين بالضعف، ليس فقط لضعف المسكين أو قوة المسكين، ولكن لأن هنالك من هو أقوى منهما جميعا، فيضع اعتبار لخوفه من الله سبحانه وتعالى. فعلاقات الخوف من الله وعلاقات الاعتراف بالله تؤثر في علاقاتنا اليومية في موضوع الرحمة والإحسان. أنت لما تغيب هذا المنحى بعد كده والله المنطق مادي حتى مع أولادك، وأولادك أيضا معك. ماذا استفيد؟ يقول لك والله يا أخي ما الذي استفيده من الوالد؟ لاحظ لما يكون الإيمان غائب فتصير هذه ماهية العلاقة. هذه إشكالية كبيرة. لكن سبحان الله انظر كيف يكون المؤمن في علاقته مع كلنا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. سبحان الله الأب وهو يتعاطى مع أبنائه ينظر إلى أن الله أبناؤه إن أحسنوا إليه فبها، ما أحسنوا إليه مش مشكلة، يقوم بواجبه
لأنه بعض الناس سبحان الله يحسبها زي ما يقول، وصارت نغماتها الحقيقة الواحد يسمعها يرمي بها بعض الناس وهم لا ينتبهون. يقول لك والله خلي بالك لنفسك بكرة إذا وقعت ما في زول يشيلك، لاحظت؟ فهو سلفا يرمي لك بمنظور مادي ولا يضع اعتبار للمنظور إيه؟ المنظور الغيبي، إنه والله هذا الذي قدم الإحسان لن يضيعه الله وسيحميه، سواء حماه بأولاده حماه بغيره. المهم هو الله يقول لك قدم الإحسان، ويقول لك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طبعا في الدنيا والآخرة الله لن يضيع عمل العباد. فنحن محتاجين استحضار العامل الغيبي، العامل الإيماني، العامل الذي فيه بعد الجنة والنار، حتى تحسن إيه؟ تحسن الأخلاق وتحسن القيم، ونبتعد عن اليوم حقيقة نحن تطحننا المادية طحن، والمنظور المادي يكاد يسيطر على إيه؟ على حياة الناس، حتى في علاقات الأصدقاء. تصور لما أنت والله صديقك يرتبط معك بعلاقة إيه؟ بعلاقة مصلحية، ويبقى سؤاله ما المصلحة التي يستفيدها من فلان. لكن شوف زمان سبحان الله، زمان منطق المروءات، منطق الأخلاق، منطق اللي هو المنطق الفطرة الطبيعية، تجد أن الإنسان سبحان الله مروءته لا علاقة لها بما يكسبه من الطرف الآخر. ولولا هذا الشعور لما رأيت رجل الإطفاء يرمي بنفسه في النار لينقذ طفلا، ولما رأيت مجاهدا في سبيل الله يقاتل ويحمي الأعراض ويحمي الأنفس لولا أنه يدرك أن هنالك ما هو أفضل من هذه الحياة. وهو كما يقولون يعني المجاهد هو الإنسان الوحيد الذي لم يسحب من حسابه البنكي ورصيده شيئا، بل أحاله كله إلى إيه؟ إلى الآخرة، لأنه هو خرج في سبيل الله ومات. لكن هل ضاعتها؟ لم تضع. فقضية إنه والله كيف ننظر إلى بعد الغيب أو بعد الحق، والله طبعا لما أقول الحق هو الله، ذلك بأن الله هو إيه؟ والحق، وأن ذلك بأن الله أن ما يدونه هو الباطل. فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو الباطل، والله هو الحق الثابت الوحيد الذي ستؤول إليه الأمور كلها. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. تابعنا فاضل، فاصل قصير ونعود إليكم، كونوا على مقربة. الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مكة إلى مدينة مهاجرين، خرجت عوائل، لكنهم أين نزلوا؟ نزلوا في بيوت الأنصار. بيوت الأنصار كانت جدا متواضعة وكانت صغيرة، بل بعض الأنصار كانوا فقراء. عاشت تلك الأسرتين في تلك البيوت، جلسوا شهر، شهرين، 6 أشهر. لكن ما الذي يلفت النظر هنا؟ الذي يلفت نظرك أنه لم تحصل في هذه البيوت أي مشاكل أسرية، لا بين الأطفال ولا بين النساء ولا بين الرجال. أتدري لماذا؟ لأن المهاجرين حينما هاجروا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والأنصار يحبون من هاجر إليهم. إذن هذه البيوت بنيت على الإيمان وعلى المحبة، وهذا يولد النقاء والصفاء والتعايش والأخوة. تفهم من هذا يا أخي أنه لا يمكن أن تستقر
داخل بيتك وأسرتك، ويكون بيتك من البيوت المطمئنة إلا إذا كان فيها الإيمان وبنيت على هذا الدين وعلى المحبة. فاللهم نسألك رضاك والجنة. عدنا لكم أيها السادة المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، نستكمل الحديث معكم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. على أي محمل نستطيع أن نأخذ هذا الحديث؟ بالنسبة للحديث طبعا ما زال جبريل يوصيني بالجار، نحمله على أول أهمية الجار وضرورة هذا الجار وما يستحقه من واجبات وما يستحقه من إحسان، وأن أي شكل من أشكال الإحسان إلى الجار يرفعك عند الله سبحانه وتعالى مقامات ويرفعك في الدرجات، وأي إيذاء كذلك يحصل بالنسبة للجار فاعلم أنه من المحرمات التي حرمها الله سبحانه ويتنافى مع منطق الجوار الحسن الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فتأكيد جبريل عليه السلام في كل مرة ينزل فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه تصور لو أن علاقات الجوار قائمة على هذا المنطق، إن والله أن هنالك وصية من الله بواسطة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالجوار، استوصوا بجيرانكم. طبعا هنا عندما نتكلم عن وصية الجار سبحان الله فيها مسألة التوقف عند مرضه، أن تزوره إذا مرض، وأن تقف وأن تسأل عنه، وأن تساعده إذا احتاج، وأن تحمله إذا مرض. يعني في أشياء كثيرة جدا. نحن ما فقط إنه والله لما يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم بالجار معناها فقط إنك تقول له السلام عليه، لا، مما يدخل في حسن الجوار أن تتفقده وتسأل عن أحواله، وأن تكون له خير سند وخير معين. وأعرف حقيقة كثير من الجيران في علاقاتهم أحيانا البينية يكون أقرب من الأقرباء نفسه. يعني يقول لك جاري هذا، أنا مثلا يكون جار أحيانا سبحان الله الجار الدائم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جار السوء، كان يقول: اللهم أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. تصور لما أنت تشتري بيت ويكون عندك جار سيء في البادية ترحل عنه، مش كده؟ لكن ماذا تفعل في المدينة؟ تبيع البيت. شوف كيف ممكن تخسر خسائر يعني إذا كان الجار طلع جار سيء. لذلك إذا وهبك الله سبحانه وتعالى الجار الحسن عليك أن تحرص عليه وأن تهتم به. ولذلك قيل الجار قبل إيه؟ الجار قبل الدار. واستدلوا في ذلك طبعا بقول: وابن لي عندك بيتا في الجنة. فقالت قدمت عندك على إيه؟ على الجوار. قال ابن لي، فقدمت الجار قبل بناء البيت، فابن لي عندك بيتا في الجنة. فأخذ من ذلك أن الجار قبل الدار. فعلى كل ما نأخذه من حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يوصيه جبريل حتى توقع أنه والله يمكن أن يكون أحد الورثة، والميراث معروف أنه مرتبط بالقرابات لم تدخل فيه العلاقات الجوار، يعني الجار لا يدخل في الميراث. لكن توقع من كثرة اهتمام جبريل عليه السلام بالوصايا تجاه الجار أنه ممكن في لحظة من اللحظات يأتيه تشريع بأن يدخل هذا الجار في من يرثون هذا الإنسان. جميل. ورد كذلك عن أبي ذر أنه قال: أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجعد الأطراف، وإن صنعت مرقة أن أكثر ماءها، وإن صنعت مرقة أن أكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت قريب من جنب بيتي فأصيبهم منها
بمعروف. نجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على مواصلة الجار حتى في الاحتياجات اليومية كالطعام. طبعا دي سبحان الله من الأخلاقيات. طبعا نحن الآن الحديث في الإطار المدني هذا إشكال كبير يعني موضوع ما يجري الآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله أدركناه كذلك في حياتنا في القرى، في بعض المدن اللي كانت في يوم من الأيام فيها التراحم فيها التواصل، وهو أن الجار يحرص قدر الإمكان، لأنه يقول لك رائحة اللحم هذه تطلع إلى الجيران مش كده، فيشتم الجار شيء، وأحيانا قد يكون جائعا قد لا يكون عنده شيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن الإنسان إذا هنا موضوع اللحمة تحديدا، نعم. موضوع اللحم إنه والله أنت إذا أردت أن تعمل شوربة زيد الماء بحيث والله يشترك معك يشترك معك الجار وتعطيه شيئا مما أكلت، وهذا طبعا يعني قمة في التكافل الاجتماعي. وهنا لا علاقة بأنه والله الجار عنده ولا ما عنده، بس أنت أهم شيء حسس الجار بأنك أنت تحس به، وأنك تهتم به، وأنك والله إذا أكلت شيئا طيبا يشاركك فيه إلى غير ذلك. في نفس الوقت طبعا هذه المسائل سبحان الله لها أثر كبير جدا في توريث الأخلاق. يعني الأبناء عندما يرون والدهم يهتم بجاره ويعطيه مما يأكل ويقاسمه، فإن هذه الأخلاق سيتربى عليها تربى عليها الجيل ويهتمون بها في مستقبل الأيام. فعلى كل هذه أيضا تأتي في إطار التكافل، في إطار الاهتمام بالجار، في إطار استشعار أن الجار واحتياجاته ومراعاة نفسية الجار أيضا، أنك أنت والله اللحمة زي ما يقولوا طاقة وأنت ما تذكره بشيء يعني. جميل. نعم. في الوقت الراهن قد يسكن الرجل في منزل لسنين طويلة لا يعرف جيرانه ولا يواصلهم، هل هذا يعتبر من مخالفة الشريعة؟ أحسن. طبعا نحن الحداثة إن صح التعبير أثرت في كل سلوكياتنا. جميل. أثرت في كل سلوك، بدءا ببنية البيوت نفسها. طبيعة البنيان الذي نسكن فيه طبيعته هي مغلقة أصلا، فأنت عبارة عن شخص ساكن في منظومة من السجن إن صح التعبير. أنت دخلت الشقة لا تعرف والله من هو فوق هذه الشقة، ولا تعرف من هو أسفل هذه الشقة، ولا تعرف من هو الذي يسكن أمامك، وهذه طبعا إشكالية كبيرة جدا. فعلى كل هذا ليس مما حثت عليه الشريعة. على الإنسان أن يتداخل مع الجيران وأن يسلم عليهم وأن يتعرف عليهم. وطبعا أحيانا قد يكون سبحان الله ليس هذه، أنا كنت أتصور مثلا إنه والله القضية فقط في المجتمعات اللي ذهب إليها العرب مثلا مهاجرين، وهي في اختلاف مثلا في الثقافات، في اختلاف في اللغة، لكن تجد هذه نفس الإشكالية، إشكالية الحداثة، نفس الإشكالية في البلدان نفسها ذات الطابع طابع الواحد. يعني العرب مثلا تجد دخلوا في نفس السيستم، بحيث والله الشخص يسكن في فيلا لا علاقة له بأي أحد يحيط بهذا الجوار. فعلى كل هذه من الإشكالات اللي أيضا تحتاج إلى معالج، وهي مخالفة بطبيعة الحال. يعني حتى لو افترضنا خلاص هذه البنايات بنيت بهذا الشكل، مع إيماني بأن البنايات تؤثر في الأخلاق، يعني شكل البناء نفسه يؤثر في السلوك. أي طبيعة الحال. يعني أنت لما تكون والله ما شاء الله عندك فيلا محاطة بأسوار من كل جانب، عندك عمالك في الداخل، عندك مكتفي تماما ذاتي كل، يعني في السابق سبحان الله التواصل بين النساء بالحيط، يعني تطلب ملح نقص منها شيء كده، يعني العلاقات كانت علاقات مرة حميمية يعني. لكن أنت طبيعة يؤثر في سلوكك، وبالتالي أنت تقول أنا ما محتاج في شيء. هذه الطريقة التي للأسف الشديد، وهي ما محتاج لشيء. ليش؟ هي خلاص نحن انتقلنا المادة، يعني فقط أنت مشكلتك أنك والله هل تستفيد منه أو لا تستفيد منه، هل أنت محتاج إليه ولا ليس محتاج. لكن ما في البعد الأخلاقي إنه والله لا، هذا جار له حقوق، علي أن أتفقده، علي أن أزوره. فأنت على كل في موضوع الواقع المعاصر لا بد من أن يكون هنالك شكل من أشكال الارتباطات. وبعض الناس الآن مثلا بعض الأخيار جزاهم الله يعني يكون عندهم لقاءات لأهل المنطقة كلها في بيت واحد مثلا ويتنقلون، وهذه جيدة أن يكون والله اليوم جمعة مثلا في صالون فلان اجتمعوا جميعا ويتعرفون ويتناقشون، ثم المرة القادمة ينتقلون واحد آخر، وهكذا. فهذه الصورة ربما تحيي على الأقل وتكسر الروتين القاتل في أنه الجار لا يعرف جار. يعني أديك مثال، بعض الناس يكون أنت سكنت 7 سنة مثلا 6 سنة في منطقة لا تعرف من هو جارك أبدا. يعني ممكن تقابله في الأسانسير يقول لك كيف الحال كذا، لكن ما عندك معه. الأعياد تمر وهو ما سلم على جاره، ولا الجار أيضا جاء إليه، وهكذا. فدي كلها ما من الأخلاقيات أبدا التي أرادت الشريعة أن تغرسها في المجتمع. وكأن سبحان الله وصية جبريل أنا أعتقد حاجتنا إليها اليوم أكثر من حاجة السابقين. يعني حاجة السابقين حاجة كده موجودة أصلا تلقائيا، أن الجار
لكن الآن ينبهك أنه هذه التوصية التي كانت باستمرار كأنما، وهذا المعروف أن الله يقذف بالغيب. الحكم الشرعي عندما ينزله الله على الناس هو سلفا 1200 1400 سنة، الأخلاقيات كيف ستتغير هو الله عليم بها، فالأحكام ترمى يقذف بها هكذا، يعني تكون سابقة لعصرها وسابقة لزمانها، فهي تصلح بهذا الشكل مع كل زمان ومكان. صلى الله عليك فضيلة الشيخ. الله يجزيك. تابعينا الكرام في كل مكان نشكر باسمكم وباسم الرب وباسم البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان على ما قدم وأفاد. شكرا لك فضيلة الدكتور. الله يجزيكم الخير. أهلا وسهلا. حياك الله. صلاح المجتمع من صلاح الفرد، فابدأ بنفسك ولو خذلك الآخرون، ومن ذلك قول المقنع: فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كبير القوم من يحمل الحقد. طابت أوقاتكم بكل خير، نلتقيكم في نفس الموعد من كل أسبوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.